بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين ومن والاه. أحب أرحب بالمشتركين الجدد معانا وأقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا في أيام مفترجة، وأقول لكم شرفتوني ونورتوني على قناة المتواضعة. يا رب دايما شغلي يعجبكم وألاقي منكم كل ترحيب. وطبعا هنعمل مع بعض الشنطة العسل ديت. أتمنى كل اللي يشوف الفيديو يعمل لايك وكومنت عشان يوصل لغيركم، ولكم جزيل الشكر. هنعمل مع بعض الشنطة الجميلة ديت، اتمنى انها تعجبكم. هي دي طريقة فتحها يا جماعة، الخرزة اللي في الجنب ديت علشان إيه تقفل على الشنطة وقت ما اللي بيستخدمها او الطفلة تستخدمها. هتشد الخرزة كده وهتفتح الشنطة بكل سهولة زي ما حضراتكم شايفين. وبعدين لو عايزين نقفلها هنشد الحبلين كده مع بعض. اخلص الشنطة اتقفلت، وطبعا الايدين ركبتها كده طبعا حسب رغبتك انتي، اعملها حسب رغبتك. وطبعا شايفين الغرزة، اتمنى انها تبقى واضحة. شايفين الشكل عامل ازاي؟ شنطة على قد الطفلة، على قد طفلتك اللي هتعمليها وتفرحيها بيها للعيد يا رب. وشايفين الوانها عاملة ازاي؟ دي السمرة منها برضو نفس الشغل. اتمنى انها تعجبكم وشكلها يبقى واضح معانا. برضو نفس الحكاية، نشد الحبل، الشنطة بتقفل ونفتحها. اول ما تفتحها كده بايديها بتفتح حسب الطول اللي انت عايزاه. رجعي الخرزة للاخر كده وافتحيها زي ما انت عايزة اهو، بتوسع معانا. عايزين نقفلها تاني بنشد الحبلين كده ونرجع الخرزة من غير سوستة ولا زرار ولا تتعبي نفسك خالص. شنطة محكمة الغلق. اتمنى الغرزة تبقى واضحة والشكل يبقى واضح. يلا نبتدي ونعمل اللون اللي فاضل معانا ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. شايفين؟ تحفة التحف والله. وكل ده طبعا شغل يدوي، حتى الخرز مخيطة بايديا. فيا رب هتعجبكم. يلا نتكل على الله ونبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل اللون الاصفر مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا هنعقد العقدة بتاعتنا زي ما متعودين نعقدها. هدخل فيها الابرة وهعمل مع حضراتكم 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. 5 سلاسل اشتغلناهم. هنيجي في اول سلسلة عملناها وهندخل نعمل منزلقة عشان تتشكل معانا الدايرة العسل دي. طيب الخيط القديم طبعا بناخده معانا الناحية دي عشان هنشتغل عليه. هطلع نص عمود، سلسلتين 2 بمقام نص عمود، وهلف الخيط وهشتغل جوه الدايرة 10 نص عمود. يبقى انا معايا سلسلتين بمقام نص عمود، ويبقى ده التاني اهو. 3 4 خش جوه الدايرة. 5 6 7 8 9 10. وهاجي في اول نص عمود اشتغلناه اللي هو اول سلسلتين، وهدخل في اول سلسلة وهعمل منزلقة. اتشكل معانا دايرة مكونة من 10 نص عمود. ومعايا الخيط القديم طلعته، الخيط اللي انا بشتغل عليه طلعته عشان انهي الخيوط بتاعتي، مرجعش ان انا انضفها او كده او ما تعبش في شغلي. طيب انا عايزه برضو اوضح لحضراتكم. شايفين كميه الخيط اللي معايا مش كتير.
هنشوف هنستهلك منها قد ايه. الشنطة ما بتاخدش كتير خالص، يعني تعتبرها فعلا مشروع مربح من البيت لو عملتي شنط زي دي وبعتيها او عرضتيها في مكتبة او اي حاجة. طيب هطلع سلسلتين بمقام نص عمود، وكل فوق نص عمود هعمل 2. هدخل في نفس السلسلة اللي انا عملت طلعت منها السلسلتين، وهطلع كمان نص عمود، اصبح دلوقتي معايا 2. هاجي في السلسلة اللي بعدها دي وهدخل اعمل 2 نص عمود، يعني الدور التاني كله معايا مزدوج. كل سلسلة هيبقى فيها 2 نص عمود، 1 في نفس السلسلة، وهخش اعمل كمان 1، يبقى فوق كل نص عمود هيطلع 2 معايا في الدور اللي انا فيه ده. السلسلة اللي بعدها اهي هدخل فيها كمان 2 نص عمود. احنا بنكبر الدايرة معانا، 2 نص عمود. في التالتة نفس الحكاية، اهو اكمل الدور للاخر ونشوف، عشان طول الفيديو انا مش عايزة اطول على حضراتكم. خلصت الدايرة كلها هيت، وصلنا للاخر. هاجي في اول سلسلة وهدخل اعمل منزلقة، هنهي الدور بتاعي. بس ابقى حريصة وانا بدخل علشان يبقى شكل التقفيلة معايا حلو. اهو الدور اللي بعد كده هطلع سلسلة وهشتغل في نفس السلسلة نص عمود، وهعتبره بمقام عمود 1. السلسلة اللي بعدها هيبقى 2 نص عمود، 1 2. السلسلة اللي بعدها 1 بس. بنكبر الدايرة بس مش عايزينها توسع مننا، فهنشتغل في سلسلة 2 وسلسلة 1. احنا اشتغلنا 1، يبقى السلسلة اللي بعدها 2. السلسلة اللي بعدها 1 نص عمود، السلسلة اللي بعدها 2، السلسلة اللي بعدها 1. الدور كله كده 1 و2. اللي بعدها 2، اللي بعدها 1، اللي بعدها 2، واحد نص عمود، 2 نص عمود، 1 وبعدين 2، 1 2، 1 2. وهاجي في اول سلسلة اشتغلتها وهدخل واعمل منزلقة. طريقة تكبير الدايرة سهل جدا، يعني احنا عملنا 10 في الاول نص عمود، وبعدين عملنا 20، يعني كل نص عمود عملنا 2 فوقه. جينا الدور التالت عملنا 1 و2 نص عمود في سلسلة، و2 نص عمود في السلسلة التانية. الدور الرابع هيبقى 1 1 2، يعني كل دور هنطلع نزود فيه التزويد هيبقى بمقام 1 وبعدين 2 نص عمود. الدور اللي بعده هيبقى 2 2، يعني 2 نص عمود فردي، وبعدين السلسلة اللي بعدهم 2 مجوز. نشوف كده الطريقة. السلسلة دي دايما بناخدها ما بنعتبرهاش موجودة، ففي نفس السلسلة هنخش ونعمل نص عمود، يبقى كده اعتبرته 1. والسلسلة اللي بعدها كمان 1 عدد فردي.
انا كنت تحت بعمل عمود واحد بس، نص عمود واحد بس، وبعدين 2 مجوز. هنا عملت 2 نص عمود فردي، وبعدين 2 مجوز في السلسلة اللي بعدها كده. 1 2 ماشي. هاجي في اللي بعدها وهعمل فردي 1، واللي بعدها فردي، واللي بعدها مجوز 2 1 2. يبقى دي طريقة التزويد معايا، 2 مفرد و1 مجوز. الدور كله هشتغله بنفس المنظر. يعني بصوا السلسلة كمان 1 ادي فردي، والسلسلة اللي بعدها فردي، والسلسلة اللي بعدها مجوز 2 2 نص عمود 1، وفي نفس السلسلة وهدخل اعمل كمان نص عمود. اخلص الدور للاخر ونشوف الدور اللي بعده هيزيد ازاي. الدور خلص معانا اهو. هاجي في اول سلسلة وهشتغل منزلقة اهوت كده. ده الدور الرابع. الدور الخامس هطلع سلسلة وفي نفس السلسلة وهخش اعمل نص عمود. اعتبرنا السلسلة الاولانية مش موجودة، يبقى ده 1 معايا، والسلسلة اللي بعدها عدد فردي نص عمود، والسلسلة اللي بعدها عدد فردي نص عمود. انا كنت تحت بشتغل 2 بس فردي، وبعدين 2 مجوز. هنا هشتغل 3 فردي، وبعد كده اللي بعدها 2 مجوز. ودي طريقة يا جماعة تكبير الدايرة. يعني الدور اللي بعده انا هنا هو بشتغل 3 فردي وبعدين مجوز، 3 كده، 3 فردي 1 2، السلسلة اللي بعدها 3 كده، 3 فردي، والسلسلة اللي بعدها 2 مجوز. هنبص نلاقي الدايرة بتزيد معانا بس بطريقة محكمة، ما بتوسعش معانا. يبقى انا كده 3 فردي و2 مجوز. الدور اللي بعده هيبقى 4 فردي و2 مجوز. الدور اللي بعده هيبقى 5 فردي و2 مجوز. هنلاقي الدايرة بتوسع معانا بس بطريقة ما تفشلش منك قوي ومتعرفيش تلميها. يبقى 3 فردي 2 مجوز. الدور اللي بعده 4 فردي و2 مجوز. الدور اللي بعده 5 فردي و2 مجوز، لغاية الطول اللي انت عاوزاه. يعني انت لو عايزة تعمليها شنطة كبيرة خالص كبري براحتك الدايرة لغاية ما تشوفي انت عايزة توصلي للطول نهون. انا هنا هنعمل مع بعض 7 ادوار، يا 7 يا 8 حسب الطول وحسب سمك الخيط، لان ساعات بكبر اخليها 7 ابص الاقي سمك الخيط معايا مديني قاعدة الدايرة كبيرة. ساعات اخليها 8 حسب رفع الخيط معايا وحسب ما بيطلع الدايرة سمكها عامل ازاي. فاحنا هنشتغل 7 ادوار، كل مرة هزود حسب ما قلت لحضراتكم العواميد، وهشوف الدايرة معايا طالعة قطرها قد ايه، وبعدين نشوف الطريقة واخلص الدايرة واوريها لحضراتكم. وصلت للطول المناسب اللي انا محتاجاه زي ما حضراتكم شايفين كده. لو انت عايزه تكبري بقى براحتك زي ما اتفقنا، عادنا عرفنا طريقه التكبير عامله ازاي. فانا هكتفي بقطر الدائره اللي معايا ده، مش هعمل حاجه تانية غيره، وهقفل الدايره بتاعتي بمنزلقه اهو كده. خلاص كده زي ما واضح معانا. هطلع سلسله واحده، اتمنى يبقى واضح. وفي نفس السلسلة اللي انا لسه طالعة منها هدخل فيها وهعمل كأني هعمل نص عمود بس مش هعمله، وبعدين هسيب السلسلة اللي بعدها والسلسلة اللي بعدها وهخش في التالتة، هلف الخيط وهخش في تالت سلسلة وهشد الخيط بتاعي كده، وهقوم طالعة منهم كلهم اهو. هطلع منهم كلهم كده، شايفين؟ اتمنى تبقى واضحة، اقربها شوية كمان. وبعدين هقفل عليهم بسلسلة، هقوم لفة الخيط بعد ما قفلت بسلسلة كده، وهدير شغلي من الظهر، شايفين؟ والسلسلتين اللي انا سبتهم تحت اللي انا سايباهم من هنا اهو
هاخدهم معايا بس من ورا. هاخد اول سلسلة اهيت، اتمنى تبقى واضحة، وهطلع عمود. هعمل عمود كامل اهو، واحد. هلف الخيط وهاخد السلسلة اللي بعدها اللي انا سايباها اهي، هخش فيها واعمل عمود تاني كده. هلف الخيط وفي نفس، فاكرين اللي احنا دخلنا في تالت واحدة، في نفس اللي احنا دخلنا فيها ديت، وهندخل فيها تاني وهسحب الخيط، وبعدين هسيب سلسلة اتنين وهلف الخيط وهدخل في التالتة اهو، واطلع منهم كلهم وهقفل عليها بسلسلة. هلف الخيط، السلسلتين اللي انا سايباهم تحت دول هجيبهم من ورا، هعمل عمود في اول سلسلة، عمود كامل بلفة، وهلف الخيط وهعمل في السلسلة التانية عمود تاني بلفة كاملة اهو، عمود بلف. اتمنى تبقى واضحة. هلف الخيط وفي نفس السلسلة اللي احنا اشتغلنا فيها اللي طالع منها الغرزة ديت هدخل فيها واشد الخيط، مش هيكمل. الف الخيط تاني واسيب سلسلتين تحت واخش في التالتة، وهطلع منهم التلاتة، وبعدين هقفل بسلسلة. هلف الخيط وهشتغل السلسلتين دول بس من ورا، وهعمل فيهم عمود بلف، واحد اتنين في السلسلة اللي جنبها اللي انا سايباهم. اتمنى تبقى واضحة. هنكمل الدور كله كده. هلف الخيط واخش في السلسلة اللي انا لسه عاملاها، وهسيب سلسلتين وهخش في التالتة، وهطلع منهم كلهم كده واقفل عليهم بسلسلة، وهلف الخيط وهجيب السلسلة اللي تحت من ورا اللي انا سايباها وهعمل فيها عمود بلف، والف الخيط وهاخد السلسلة التانية وهعمل عمود بلف. اتمنى الدور يبقى كده واضح. هكمله كله للاخر وبعدين اوري حضراتكم هنطلع الدور اللي بعده ازاي. انا وصلت، خلصت خلاص الدايرة زي ما شرحتها مع حضراتكم، بس حبيت اشارككم اخر غرزة هنعملها مع بعض وازاي هنطلع الدور اللي بعده. انا هلف الخيط وهدخل في السلسلة اللي انا لسه مشتغلاها ديت زي ما هي واضحة كده لحضراتكم، نفس السلسلة، وهلف الخيط وهدخل في اول شغلي انا بدأت فيه في الدور اهو. هخش هنا لاني هسيب سلسلتين. لا، كل دور هيخلص معاكي هتبص تلاقي نفسك بتسيبي سلسلتين وهتخشي في اول واحدة انت اشتغلتيها. هخش فيها كده وهطلع اهو، وهطلع منهم كلهم وهقفل بسلسلة، وهدير الشغل بتاعي واخد السلسلتين اللي تحت وهعمل العمودين بتوعي. ادي اول عمود بلفة وتاني عمود في السلسلة التانية بلفة كده. الدور الاولاني خلص معايا. طب هنهي الدور ازاي؟ شفتوا بقى اول شغل، اول غرزة عملتها اللي هي التمانية دي، اول غرزة اشتغلناها مع بعض، فوقها في سلسلة اللي احنا بناخدها وبنقفل عليها بالسلسلة، هنخش فيها وهنعمل منزلقة كده. قفلنا الدور الاولاني. هطلع سلسلة وفي نفس السلسلة اللي انا فيها وهدخل اعمل نص عمود بس مش هيكمل، وهلف الخيط. وشايفين التمانية اللي قدام التانية ديت اللي هي كذا بداية الغرزة التانية، هدخل في السلسلة اللي فوقها. ما احنا كل تمانية كنا بنعملها كنا بنقفل عليها بسلسلة. هدخل في السلسلة وهشد الخيط وهطلع منهم كلهم
وهنقفل بسلسلة اهي. السلسلة ديت بقى اللي احنا بنخش فيها في الدور اللي تحت ده، وهلف الخيط. شايفين تحت هتلاقي سلسلتين، ما احنا في الدور الاولاني كنا بنعمل 8 ونسيب سلسلتين نطلع بيهم عمود بلف. اهي السلسلتين اللي تحت دول هما العمود بلف، العمودين اللي معايا. فانا هدير الشغل وهدخل في اول عمود اعمل عمود تاني بلف اهو، وهلف الخيط واخش في العمود اللي بعده او السلسلة اللي بعده وهعمل عمود تاني بلف. ركزوا والنبي يا جماعة، دي بداية الدور التاني. هلف الخيط وهدخل، انا لسه هنا اهو، لسه في التمانية التانية. هخش برضو في السلسلة اللي احنا مقفلين عليها بالتمانية في الدور الاولاني، وهطلع بالخيط بتاعي كده والف الخيط. والتمانية التانية اهي، السلسلة اللي فوقها دهيت ديت اللي يا رب تبقى واضحة، هنخش فيها وهسحب الخيط كده واطلع منهم كلهم. هعمل سلسلة، السلسلة ديت اللي احنا بنخش فيها الدور اللي بعده. هلف الخيط وهدخل في السلسلتين اللي تحت دول واعمل العمودين بتوعي. ادي اول عمود بلفة، وتاني عمود في السلسلة التانية بلفة. الف الخيط واخش في التمانية دي، السلسلة اللي انا لسه داخله فيها عملت منها التمانية ديت، هخش فيها برضو واسحب الخيط بتاعي كده والف الخيط واخش في التمانية اللي بعدها السلسلة اللي فوق ديت، وهعمل اسحب الخيط بتاعي واعمل التمانية بتاعتي وهسحب سلسلة والف الخيط واخش في السلسلة اللي ورا اعمل عمود بلف، والسلسلة اللي بجنبها هعمل عمود بلف. شايفين الغرزة؟ اتمنى تكون وضحت معانا. هكمل الدور كله للاخر واوريكم الدور اللي بعده. دي الطريقة عامة اللي هنمشي بيها الشنطة كلها، بس برضو هوريكم كمان دور احنا هنشتغله ازاي. هكمل الدور ده للاخر ونشوف الدور اللي بعده. وصلت لنهاية الدور زي ما عملنا الدور اللي قبله، فسبت اخر غرزة عشان اوريها لحضراتكم. هخش برضو في التمانية فوق التمانية بتاعت الدور الاولاني، السلسلة اللي فوق، وهخش في اول حاجة انا اشتغلت فيها في الدور في اول الغرزة، وهدخل فيها كده وهعمل اشد الخيط بتاعي. لسه ما قفلناش الدور، انا دخلت فيها وشديت الخيط كده، وهسحب الخيط منهم كلهم واقفل بسلسلة. طبعا السلسلتين اللي تحت او العمودين بتوع الدور اللي فات هلف وهخش فيهم واعمل عمودين بلف. ادي اول واحد في اول سلسلة، وتاني واحد في تاني سلسلة اهوت كده. الدور خلص. هقفله ازاي؟ فوق اول 8 اشتغلتهم في الدور هلاقي السلسلة بتاعتي اللي انا مقفلة عليها بالشغل، هخش فيها كده وهعمل منزلقة، يعني هشد الخيط واطلع من الخيط التاني كده. الدور خلص. الغرزة قدام حضراتكم اهي، الدور التاني كده خلص. هاخد سلسلة، دي بداية الدور التالت، وهدخل في نفس السلسلة اللي انا لسه طالعة منها وهشد الخيط بتاعي كده. والتمانية التانية ديت برضو نفس شرح الدور اللي فات، هلف الخيط بتاعي وادخل في السلسلة اللي فوقها وهشد الخيط بتاعي كده، ومش هيكمل، هطلع منهم كلهم وهقفل بالسلسلة. والسلسلة ديت هي اللي بنخش فيها الدور اللي بعده. وهلف الخيط بتاعي وهقلب الشغل من ورا كده وهشتغل على ظهره واعمل عمود والف الخيط واعمل في السلسلة اللي جنبها عمود اخر بلفة. الف الخيط وهدخل في السلسلة اللي انا لسه داخله دلوقتي وعامله فيها التمانية ديت، هخش فيها كده واشد الخيط والف الخيط واخش في التمانية ديت السلسلة اللي فوقها، وهشد الخيط بتاعي كده وهطلع منهم كلهم
وهقفل عليهم بسلسلة والف الخيط بتاعي وادير الشغل، وهدخل في السلسلة اللي تحت اعمل عمود بلفة اهو، والف الخيط وهعمل في السلسلة وهلف الخيط وهعمل السلسلة اللي بعدها عمود كامل، والف الخيط وهخش في السلسلة اللي فوق ال8 وهسحب الخيط بتاعي، والسلسلة اللي فوق ال8 اللي بعدها وهسحب الخيط بتاعي وهطلع منهم كلهم كده وهقفل بسلسلة. نفس الحكاية هلف الخيط واقلب الشغل وهعمل عمود، وفي السلسلة اللي بعدها وهعمل عمود اخر. متهيألي يا جماعة كده الغرزة وضحت وشرحتها لغاية لما نقدر نعملها مع بعض. وقفت عليكي ارجعي عيد الفيديو وان شاء الله هتعرفي تعمليها، وهي سهلة جدا كده. ده الدور الثالث. هكمل الطول بتاعي، هطلع بقى كذا دور بنفس المنظر لغاية ما اوصل للطول اللي انا محتاجاه. هكمله واوريه لحضراتكم. اتمنى لو وصلتوا معايا لغاية الجزء ده والحتة ديت بالله عليكم لايك، وما تنسونيش بكومنت ايه رأيكم في الغرزة وايه رأيكم في الشنطة. انا معتمدة على الله وعليكم ان الفيديو يوصل لغيركم، وبالله عليكم ما تبخلوا عليا. احنا في ايام مفترجة، اللي يتفرج على الفيديو بتاعي بالله عليكم ما يبخل عليا باللايك والكومنت. هكمل بقية الادوار وهنشوف بعد كده هنعمل ايه في الشنطة. هنا يا جماعة الحمد لله خلصت الادوار اللي انا حابة اخلصها. ده طول الشنطة اللي انا محتاجاه، وشكلها من جوه اهيت، يا رب تبقى واضحة. شكل الغرزة كمان من جوه اهو. وده الطول اللي انا محتاجاه، وقاعدة الشنطة ثابتة اهيت. شكلها بصراحة جميل جدا. اللون الاصفر اصلا حلو تحفة لما يبقى كله كامل. هي بعيدة طبعا الاضاءة مش مبينة قوي، بس ايه احاول اوضح لكم الغرزة شوية. شايفين اللون؟ حاجة جميلة. نكمل بقى ونشوف هنعمل ايه تاني. انا وصلت للاخر. هطلع سلسلة وهعمل في نفس السلسلة نص عمود. هاخد سلسلتين اتنين وهاجي فوق ال8 ديت. اوضح شوية، هاجي فوق ال8 ديت وهعمل نص عمود اهو. هاخد سلسلتين وهاجي فوق ال8 اللي بعدها وهعمل نص عمود. سلسلتين والدور وال8 اللي بعدها وهعمل نص عمود. هاخد الدور كله بنفس المنظر كده. المكان بتاع النص عمود ده الدور كله هيبقى بالمنظر ده كده لغاية الاخر، لغاية ما نوصل لهنا. سلسلتين وهاجي فوق ال8 وهعمل نص عمود. الدور كله هيبقى كده لان ده المسافة اللي هتخش فيها الحبال اللي هتحكم الشنطة وتقفلها. اكمل الدور للاخر وهوريه لحضراتكم. انا بحاول ما اطولش في وقت الفيديو بس عشان ايه حبايبي ما يزهقوش. هكمل الدور للاخر هنا وهشوف هنعمل ايه تاني. وصلنا للنهاية يا حبايبي. خدت سلسلتين وهاجي في اول نص عمود انا اشتغلته وهدخل اعمل منزلقة، وكده اكتمل معايا المنطقة اللي هتخش فيها الحبال بتاعت ايه الشنطة.
هخش جوه الفراغ ده اهو وهعمل منزلقة كده، الفراغ الاولاني ده، وهطلع سلسلة 2 وهدخل جوه الفراغ وهعمل عمود بلفة كامل، وهاخد سلسلة 2 3 4 بعد العمود وانا ماسكه اهو. انا طلعت العمود وخدت 4 سلاسل، وهاجي في اول سلسلة اشتغلتها وهعمل منزلقة عشان ناخد الشكل ده، وهلف الخيط واخش جوه الفراغ واعمل عمود بلف. شفتوا بقيت عاملة ازاي؟ هخش جوه الفراغ التاني وهعمل عمود بلف، والف الخيط وهدخل جوه الفراغ وهعمل عمود بلف، وهاخد سلسلة 2 3 4 وهاجي في اول سلسلة عملتها وهدخل اعمل منزلقة، وهلف الخيط وهخش جوه الفراغ تاني واعمل عمود بلف. شايفين الشكل؟ طيب هلف الخيط تاني واخش الفراغ اللي بعده واعمل عمود بلف، وهلف الخيط وداخل الفراغ هعمل كمان عمود بلف. في العمود التاني بنطلع 4 سلاسل، 1 2 3 4، وفي اول سلسلة اشتغلناها وبنقفل بمنزلقة كده، والف الخيط وفي نفس الفراغ هعمل عمود بلف. يبقى كل فراغ معايا فيه 3 عواميد، والعمود اللي في النص اللي بناخد فيه الفورمة بتاعة الشنطة دي. هكمل الدور كله للاخر بنفس المنظر كده. كل فراغ هاخد فيه 3 عواميد، والعمود اللي في النص هو اللي بشكل فيه 4 سلاسل واعملهم بمنزلقة. اكمل الدور للاخر ونشوف. وصلنا للنهاية. هقفل الدور بقى في اول نص عمود اشتغلت فيه وهعمل منزلقة، وهاخد سلسلة وهشد الخيط بتاعي كده. شايفين الشكل اهو؟ شايفين شكل الفورمة اللي احنا عملناها وشكل الشنطة اهو. هنشد الخيط وهنقص، هندريه بقى، نداري الخيط بتاعنا، ننضفه على قد ما نقدر. وبعدين نقص ايه الخيط الزيادة كده. خلاص دي انتهينا منها، انتهينا من الشنطة. هنيجي لطريقة عمل الحزام اللي احنا بنعمله. هنقعد العقدة بتاعتنا كده، وهنعمل حزام مكون من 60 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنمشي بنفس المنظر ده كده لغاية ما نوصل 60 سلسلة. هنا عملت 60 سلسلة. هطلع انا ماسكه اهوت اخر سلسله معايا من 60. هطلع 1 2 وهاجي في السلسله الثالثه وهشتغل حشو. كل الحزام كله هيبقى حشو. هنعمل منه 2 حزامين، 2 عشان يبقى واحد رايح وواحد جاي. شايفين؟ هنشتغل الحزام كله كده لغايه الاخر. هعمل منه كمان واحد، هيبقى معايا 2 وهندخلهم في الشنطه. عملت 2 زي ما اتفقت مع حضراتكم، وعملت كمان 2 عشان الايد بتاع الشنطة، بس عبارة عن 40 سلسلة، وحشيتهم حشو زي ما عملنا في الحزام، وركبت فيهم الخرز رايح جاي. هيروح 3 الناحية دي و3 الناحية دي.
وايديت ايه، ايد الشنطة. وهنركب ايد الشنطة الحزام. هننقي فتحة من فتحات الشنطة وهندخل فيها الحزام وهندككه كأننا بندكك اي حاجة، واحدة طالعة وواحدة نازلة، واكيد كلنا يعني بنعرف ندككه اهوت لغاية الاخر، لغاية ما يطلع معايا من الفتحة اللي انا داخلة منها. والتاني يا جماعة الحزام التاني هندخله عكسه، يعني من الفتحة اللي احنا هنطلع منها دلوقت هندخل الحزام التاني بحيث يقابلنا الناحية التانية. عايزة تسيبيها بحزام واحد مفيش اي اشكال، واحنا هنشوفه دلوقتي مع بعض. هي بتتضيق معاكي اصلا اهو، اهي طلعت من نفس الفتحة اللي فيها ايه الحزام اهو، شايفين؟ عادي عايزة تسيبيها بحزام واحد وتشديه كده مفيش اي مشكلة، بس احنا بنقول حزامين عشان تبقى البنت شايلاها كده تريجنطية على اللي بيقولوا. فاحنا هندخل الحزام التاني، شفتوا الفتحة دي؟ هندخله من هنا قبالها، يا ربي هندخله قبالها، معلش اسفة. اه احنا كده اهو يعني بالنظر قبال الحزام كده بالجنب، فهندخله من هنا، شايفين هنا؟ هندخله من الجنب كده اهوت، وهنعديه هندككه لغاية ما يطلع من الناحية دي. فوق التاني كده ندككه معاه اهو، عشان بس ايه، انا في واحدة سألتني على الفيس طريقة تركيب الحزام. انا طبعا منزلة الشنطة بقالي فترة بس ما نزلتش الفيديو بتاعها. احنا هنتنينا ندككه كده، قابلنا الحزام التاني اهو بنعديه برضو كده، ونبقى حريصين واحنا ماشيين ان هو ماشي معانا عادل. شفتوا؟ طلع معايا اهو، بحيث ان احنا هنشد كده هيقفلوا هما الاتنين مع بعض. نفتحها اهو، طريقة فتحها تبقى اسهل، شايفين؟ وطريقة القفل هنشد الاتنين مع بعض، طبعا هنركب الخرزة هنشد الاتنين مع بعض، الشنطة هتقفل كده. هنركب خرزة هنا، هضم الاتنين مع بعض وهركب خرز زي دول، وهنيجي هنا في الحزام في كل حزام منهم هنركب الوردة دي، هعملها لحضراتكم دلوقتي. هنركب في كل ايه، في كل حزام هيبقى الوردة دي فيها وفيها خرزة، فنعمل الوردة مع بعض. هنعد العقدة بتاعتنا، هنقعد العقدة بتاعتنا وهنعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4. وفي اول سلسلة اشتغلناها هندخل وهنعمل منزلقة، ونحرص على ان الخيط ده هيبقى معانا هنشتغل عليه. هطلع 3 سلاسل، 1 2 3، وداخل الدايرة اللي احنا عملناها هعمل عمود بلفة، 1 عمود بلفة، وهرجع اعمل 1 2 3، وهخش جوه الدايرة
وهعمل منزلقة، اقفل. وفي نفس اللي احنا فيه، وهطلع 1 2 3 وهلف الخيط واخش جوه الدايرة اعمل عمود بلف، واعمل 1 2 3 وهدخل جوه الدايرة وهعمل منزلقة. باخد الخيط القديم معايا اهوت، الخيط اللي احنا بدأنا بيه، وهعمل 1 2 3 وهلف الخيط وجوه الدايرة هعمل عمود بلف، هعمل 1 2 3 وهخش جوه الدايرة واعمل منزلقة كده 3. طيب 1 2 3 وهلف الخيط وهعمل جوه الدايرة عمود بلف، واشتغل 1 2 3 وجوه الدايرة هعمل منزلقة كده. اتشكلت الوردة اللي انا عاوزاها. طيب هعمل سلسلة وهلف، هشد الخيط وهقص، وادي الوردة معانا. هشد الخيط ده كده وهجيب الخيط ده مع ده، هشد الخيط ده الاول شوية لتحت، اقفل ايه الوردة بتاعتي معاه. وخلاص كده عملنا الورد. هركبها بقى في الحزام، هركبها في كل حزام من دول، يعني كل، انا معايا هنا 4 2 و2. هركب الناحية دي وردتين فيهم خرز هخيطهم، والناحية دي وردتين فيهم خرز بإبرة التنظيف، وهوريها لحضراتكم. وهنركب الايد ديت مكان الحزام، يعني فوق الحزام هنا، فوق فتحة الحزام هنركب الايد دي، وفوق فتحة الحزام الناحية التانية، الحزام التاني ده هركب الايد هنا بالخيط. وكده تبقى الشنطة معايا كملت. هكملها واوريها لحضراتكم الشكل النهائي.